لا خير دليل على ذلك، فقد اتفق هشام عنتر ومقتدى الصدر على إرسال عصابات جيش المهدي ضمن الجيش العراقي الحالي لحرب السنة بتل عفر. السنة مولانا السيد غير نكون صريحين ضعفاء ما يقدرون يأتون يخافون بحقهم. اي بس احنا نحكي. صار سبحان الله الشيعة صارت ما عندها تقية والسنة صراحة متقية. الشرطة ما يجوكم. الشرطة من الشيعة. الشرطة 200 قصر 300 من الشيعة. أنا قلت لك تريد سرايا أجهز لك. بس أنا أقول لك أخاف يتأزم الوضع عكسه. نعم. تريد أجهز. لا أكثر يصير. وليش أقول لك أنا؟ كان مستوصل بيبنوا بحي الخضراء وقفوا من محافظة اثنين. مع ذلك أي وقت في الجيش مهدي أجهز. أنصارك ما مقصرين هناك. بعد تريد أدزك. لا سيدنا ما بيد باسمك. مولانا أنا ليش أقول لك؟ بنت تضطر قل لي. مولانا من واحد ما احنا محتاجين بس مؤونة وسلاح. جيش الحمد لله عندنا. ليش ما الحين يعني ادخل سريه بالجيش؟ هم جيش عراقي واجهزهم. جيش العراقي هو صحيح. جيش العراق عن طريق الجيش العراقي هذا هو الحل. وزير الداخلية على كل شيء تعاون يعني شو يسوي لما وزير الدفاع الداخلية في عندكم اتصال؟ ما ادري شوف خبر بلاغ اذا هذا تحضر لي سريقي شو اسمه تحطوهم في الجيش وتدزوهم لهنا سيدنا العفو لفترة معينة يعني الان اذا الوضع يبطلون من الجيش. سيدنا العفو في الجيش يجهزون سلاح خفيف ومتوسط وحر مدة 3 أشهر المفروض وبعدين يرجعون الى الجيش. لا انتم تدخلون ما لكم علاقة، انتم بس يساعدوهم بالامور الاجتماعية بالمنشآت، تحاولوا تسووا شبكة.